أول قرار ورد فعل من الخطيب بعد الهزيمة بخماسية من صن داونز تجميد المستحقات وتوقيع غرامة مالية. خلاص من الواضح كده ان الجيل ده اتعود على الخسارة بخماسيات من صن داونز واربعات قبل كده. الجيل ده لازم يتغير لان الجيل ده خلاص نحس من الهزيمة. خرجت بعض الأخبار من داخل النادي الأهلي تفيد بأنه تم توقيع غرامة مالية كبيرة على اللاعبين بعد الخسارة من صن داونز بخماسية مقابل هدفين، والغرامة المالية طبقا للائحة التي وقع عليها اللاعبين من قبل. وسيتم تجميد أيضا مستحقات لعيبة النادي الأهلي إلى أجل غير مسمى على خلفية الخسارة اليوم من صن داونز لتحفيز اللاعبين على تحقيق الفوز على القطن الكاميروني. ولكن النهاردة اللعيبة اتعاقبت. مين بقى اللي يعاقب الإدارة على إنها ما لبتش طلبات الجهاز الفني من احتياجات في صفقات لا الصيف الماضي ولا يناير الماضي؟ وكمان مين اللي هيحاسبهم انهم اداره ضعيفه خلت الاهلي يلعب ماتش المقاولين يوم الثلاث قبل لقاء النهارده؟